كشخص محترم. مفيش داعي ان واحد اعلامي يشدك لحاجه تخلي يبقى في احتقان تاني. انت راجل محترم ودلوقتي بتتكلم متحدث باسم الرابطه، واحنا بنقول لك حقك علينا. صح. احنا عملت تأمين في بورسعيد، يعني عايز اقول لك احنا طلبنا اللي احنا يعني ناخدهم عندنا في بورسعيد اسر الشهداء، عاملين تأبين ونعمل لهم تأبين كبير ونصالحهم، لان هم دول اهلنا. والناس اللي عملت كده صدقوني اقسم بالله احنا اول ناس عايزين نموتهم، احنا اول ناس عايزين نمسكهم نخنقهم، لان هم شوهوا صورتنا. طب خليني شوهوا صوره بورسعيد بالظبط. خليني اسالك استاذ طارق واسال برضه كابتن احمد، انتوا مقتنعين الناس دي مين؟ يعني مجموعه مثلا صغيره في السن انساقت ورا بلطجيه وهم من بورسعيد، ولا دي ناس جايه من بره، ولا ايه؟ حضرتك على حاجه، النهارده النيابه حققت وجابت ما يقرب عن 75 متهم. ال 75 متهم دول حولتهم للجنايات. تمام؟ ال 75 متهم دول 90% فيهم حاجات حصلت منهم، يعني مش هنقول كلهم لان مش هنفتري على حد، او انا مش قاضي او وكيل نيابه. في ناس عملت حاجه وفي ناس الامن بيجيب كل الناس وبعدين يبتدي يشوف مين. ما هو اصلا حضرتك اقول لك على حاجه، دي مؤامره وفعلا قيودها موجوده. قيودها موجوده وليها حاجات كتيره موجوده جدا، بدليل ان في ناس شهدت في القضيه، ناس من دمياط قالت لك احنا سمعنا ناس بتتكلم جنب كوبري دمياط وحصل كذا كذا كذا، وحاولنا نبلغ ما عرفناش نوصل، وراح شهد في النيابه شهد وقال الكلام ده يا كابتن احمد. صح. قال النهارده في حصل كذا كذا كذا، وانا سمعت ناس بتدبر وناس بتاخد فلوس وناس. ادي كارثه. ادي حاجه. الحاجه الثانيه يعني النهارده لما الكاميرات بتاعه الاستاد اتفرغت اكيد جابت ناس. طبعا كنا نتمنى من الاستاذ عبد المجيد محمود النائب العام ان يطلع في مؤتمر صحفي ويعلن الكلام ده، او هو ما عرفش الحرز ما تفكش ليه، عشان يقول للناس الناس دي عملت كذا والناس دي عملت كذا وده عمل كذا وده عمل كذا. انما النهارده اكيد مع قرار الاحاله النهارده بورسعيد زي ما سوري طارق سوري اتفضل يا كابتن. وخصوصا يا كابتن خالد ان كل بورسعيد وصدقوني انا مستنيه القصاص، مستنيه تشوف ايه ده، ايه اللي حصل. ناس كانت رايحه ماتش تتفرج على ماتش، واحنا كنت عايز اقول لك بالمناسبه كابتن خالد، اتفضل. النادي الاهلي على السنين اللي فاتوا، ال 10 سنين اللي فاتوا دول، على 5 6 مواسم كسب النادي المصري بورسعيد. باي باي مع السلامه. النادي الاهلي تعادل في بورسعيد. النادي الاهلي ما حصلوش اي موقف. امتى النادي الاهلي او نادي الزمالك او حد مات منهم في بورسعيد خالص؟ انا عايز بس حد ولا ان شاء الله على الهوا يقول لي الكلام ده. ما حصلش الكلام ده ابدا. الكلام ده ما حصلش خالص. ما حصلش الا ايام كان فيها انفلات امني. ايوه صح، كان فيها انفلات امني وباين لكل الدنيا. انا عايز اقف عند اللقطه دي بعد اذنك يا محمد. زميلنا الجميل احمد وجيه جايب لقطتين جمال جدا، لقطات الكفاح والمناضله ناحيه اليمين، ولقطات للجناة اللي احنا يعني نتمنى القصاص منهم ناحيه الشمال. هم دول، وبيقول ان دول مش هم دول، مش هم دول، هم دول اللي يقدروا يقتلوا الناس. علينا تاني محمد رضا، هم دول اللي يقدروا. هنشوف الاخر قال ايه. الابطال قالوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو النهارده يا استاذ خالد يا استاذ سماح، يعني انا بس بالمناسبه عشان برضه انا اتفرجت امبارح على الحلقه هنا كانت مميزه جدا. الاستاذ سامي العدل الفنان الجميل، فنان الجميل. كنت اتمنى ان فنانين بورسعيد هم اللي يبداوا يعملوا الكلام ده. انما يعني انا طبعا هو راجل يعني محترم وراجل يعني يتكلم بحياديه، له زملك يعني اهلاوي وله مصراوي، انما هو زملكاوي اللي احنا نعرفه، واتكلم بما يرضي الله وقال كلام. لا ولما اتكلم ما كانش منتمي للزمالك ولا حاجه، ده بيتكلم من خلال مصريته بس. وبعدين قال كلام يعني فعلا ده كلام فعلا حقيقه، فعلا يعني حقيقه. الناس اللي عملت الكلام ده استحاله تكون بورسعيد زي استاذ خالد النهارده. الناس يا كابتن احمد اللي هم جم عند هيئه قناه السويس، انا عمري في حياتي ما شفت بورسعيديه بتعمل مولوتوف وتلق الدبابات وهتافات غريبه. اول مره اسمعها، اول مره اسمع الهتافات اللي بتحصل دي. وفعلا يعني النهارده التحقيقات اثبتت ان في حركه 6 ابريل منهم ناس ممسوكه، مش انا اللي بقول ده الاخبار اللي بيقول. الاخبار احنا معانا الاخبار اهو، الخبر دوت اخبار اليوم، الاخبار اهو بتاع يوم الثلاث اهو. التحقيقات تكشف 6 ابريل خططت لاقتحام مبنى قناه السويس والحركه ترفض الزك باسمها وتقول اللي ده مش بتاعها، يعني اللي هو طارق الخولي بيقول لا احنا ما عملناش كده. وفي نفس الوقت بيقول لك كشفت اعترافات المتهمين المقبوض عليهم في محاوله اقتحام مبنى قناه السويس ببورسعيد عن مفاجاه مثيره تبين ان حركه 6 ابريل هي المحرك الرئيسي والمخطط. ادي الاخبار، مش انا اللي بقول. اخبار بتاريخ كام؟ بتاريخ يوم الثلاث. يوم الثلاث. ادي الاخبار اللي بيقول، مش انا.
يعني النهارده دي جريده قوميه، اخد بال حضرتك؟ النهارده اما الجريده دي تقول حاجه زي كده، خليها تاني بس عشان قدام الكاميرا زي ادي ما كنت الاخبار اهي فاردها. بتاعت يوم الثلاث بتقول ان ده حركه 6 ابريل. طلع طارق الخولي نفى الكلام تمام. اخد بال حضرتك يا استاذ خالد؟ النهارده لما تبقى مثلا في التحقيقات يحصل حاجه زي كده، اتقبض على 16 واحد بالظبط وخدوا 15 يوم. ال 16 واحد دول يا استاذ سماح يا استاذ خالد فيهم ناس من بره بورسعيد، من خارج بورسعيد اصلا، يعني ناس واحد من المنوفيه وواحد انا اقول لحضرتك اهو ناس، واحد من اسمه واصل محمد علي ده من المنوفيه، وواحد تاني من المنصوره اسمه احمد حسن عبد السلام، واحد من المحله اسمه محمد نصر، واحد من القاهره اسمه رضا عبد الله. طب الناس ديت يعني الله اعلم ممكن يكونوا مظلومين، مش هنحكم عليهم بالاعدام، لا طبعا، لان برضو المتهم بريء حتى تثبت براءته طبعا. فالنهارده دولت اتمسكوا وبيتحقق معاهم، بس التحقيقات اثبتت بتقول لك يا كابتن ان دول من تبع حركه 6 ابريل. الورقه دي ايه يا استاذ مصطفى؟ الورقه دي اللي هي الكشف بتاع اسماء لعيبه النادي المصري اللي هم عقودهم انتهت وعقودهم مستمره. النهارده في لعيبه في النادي المصري عقودها انتهت زي احمد فوزي ده عقده انتهى، محمد خليفه 4 مواسم بقي له 3 مواسم، محمود عبد الحكيم بقي له موسم واحد، احمد زهران عقده انتهى، والانفراد ليكم انتوا ان احمد زهران وقع بالامس على بياض للنادي المصري وقال لك لو لعب في درجه رابعه انا هلعب معاه. ادي الوفاء بتاع احمد زهران. كريم ذكري راجل كابتن الفرقه بقي له 2 سنين وراجل ولد محترم ومؤدب وماسك الفرقه كويس كريم ذكري. عندك مؤمن زكريا بقي له 2.5 موسم، لاعب موسم بقي له 1.5 موسم. ايهاب المصري لعب 3 مواسم بقي له موسم. الياسو بقى ان الزمالك بيفاوضه وداخل في مفاوضات معاه، هو يعني وقع للنادي المصري وجدد عقده عن طريق كامل ابو علي قبل الكارثه دي يا كابتن احمد. بقي له عندنا 3 مواسم، لعب موسم بقي له موسمين. الزمالك بيفاوضه، الزمالك عمره ما هياخده الا لما يرجع للنادي المصري. اكيد، لا ما ده اكيد، ولا اي نادي تاني بيفاوضه، ولا نادي فرنسي ولا نادي الماني ولا الكلام ده كله. لازم يرجع للنادي المصري. عبد الله سيسي عقده انتهى وهو مش راجع خلاص، هو ارسل النادي المصري بخطاب رسمي وقال انا ما عينتش راجع تاني. اسامه عزب كابتن الفرقه برضه رقم 2 بعد كريم بقي له 3 مواسم. احمد مجدي ده عقده انتهى، يعني انتهى مع النادي المصري. وبعدين احمد مجدي بيقعد يتكلم كتير جدا عن ناس في بورسعيد ويقول ده ناس بتحط ارقامه على الفيسبوك، الكلام ده ما بيحصلش. انه انا على مسؤوليتي انا بقول له انت كذاب، الكلام ده ما بيحصلش، ده على مسؤوليتي انا، فمفيش داعي اللي هو يقعد يتهم اهالي بورسعيد. عقده خلص. امير عبد الحميد عقده انتهى، عبد السلام نجاح عقده انتهى، وانسان محترم وادى ايام كويسه في بورسعيد، والراجل مضى وقع لنادي انبي. رامي محمود ده بقي له لسه 3 سنين، محمود شاكر بقي له 2 سنين، الزياد بقي له 2 سنين، ايمن سعيد بقي له 2 سنين وبيقول مش عايز يرجع تاني، بنقول له متشكرين منك مش عايز تيجي ما تجيش، بس رد الفلوس للنادي المصري وكل واحد ياخد حقه. عندك عبد العزيز توفيق بقي له 2 سنين، محمود توبه اعاره من النادي الاهلي، هو لو عايز معانا هنشيله على دماغنا، عايز اعارته انتهى مع الف سلامه. سعد الدين سمير نفس الموضوع. عصام عبد العاطي بقي له 1 سنه، حسام حسن بقي له 2 سنين، اسامه فتوح اللي هو احمد داووده عقده 4 سنين فات منه سنه بقي له 3 سنين معانا. رامي جمال بقي له 3 سنين وده صغير في السن وابن النادي المصري. احمد نصر الشناوي ده بقي له 4 سنين غير الموسم اللي هو لعبه، واحمد نصر الشناوي كابتن احمد ابن النادي المصري وهو لو جاله يعني مش عايز اقول لك جاله انديه كتيره جدا في مصر هنا، انما هو الراجل بيشتري النادي المصري ويحب النادي المصري، ولو جاله حاجه بره احنا بنرحب اول ناس هنقول له مع السلامه لان انت راجل محترم وبتلعب وبتدي لمنتخب مصر وبتدي للنادي المصري. احمد شرويده بقي له 2 سنين، وعلى فكره ده الكابتن احمد مصطفى اللي جايبه النادي المصري. عمرو مجدي ده جون حارس برضو ده بقي له 2 سنين، واحمد حسين ده ابن النادي المصري. دي اللعيبه اللي هي النادي المصري، وده كان ليكم انتوا العقود بتاعتها. ده الانفراد هو طارق من فضلك يعني برضو كنت حضرتك بتسرد عقود الناس اللي انتهت ولا ما انتهتش ولا ده كان ماشي، ولكن انا برضو عايز اتكلم بشكل عام يعني. لا ده احنا لسه هنتكلم بصفتي مصري. اتفضل. اوكي، الدوري العام او كوره، يعني كرة وقفت في 56 ووقفت في 67 ووقفت في 73، وانا تقريبا عشت كل الاجيال دي. يعني الكرة الموضوع النهارده مصر،
اهم من مش الحدوته بقى الكوره. صح. الكوره في ناس تقدر تعيش منها، صح، في الكوره فاتحه بيوت ناس كتير جدا على مستوى مصر. اكيد لها تستيف ولها تظبيط ولها مواضيع. احنا عايزين نخلص اول من الوضع اللي احنا فيه ده يا استاذ خالد. ايوه بليز، هو ده الصح. نخلص من الوضع ده. نخلي الكوره ده جانبا. الكلام ده اللي انا عايزين كنت عايز يا علاقاتنا مع استاذ بعض سماح اتكلم فيه وهو ده اللي بمنتهى بنتكلم الامانه فيه. والاحترام احنا ما نفصلش اهل والصدق بورسعيد عن مصر والصدق. نتكلم فيه نقول لا احنا الكوره دعاها جانبا شويه يعني. بالظبط، ما ندخلهاش مش في ده. هنموت لو ما لعبناش كوره. مش هنموت، بس تعال نستف بلدنا. تعال نستف بلدنا اللي محتاجه تستيف. نقف جنب بعض. تعال نرتب الناس، تعال نرتب بلدنا، تعال نقف مع بعضينا كلنا. صح. سواء سياده المشير نقف معاه، سياده مجلس الشعب نقف معاه، كامل الجنزوري سياده رئيس الوزراء، وزير الداخليه. لازم نقف مع لازم نقف كلنا مع بعض عشان مصر. انما الحته المواضيع دي كره ما فيش مشكله. احنا هنتحمل في بورسعيد، احنا هنتحمل الكلام ده. واحنا بنقول للناس اللي الشهداء، هرجع تاني اقول لهم يعني بورسعيد فداكم، والله بورسعيد فداكم. بورسعيد بكامل هيئتها فدا شهداء النادي الاهلي. احنا فداكم والله فداكم. انا هاخد من كلمه حضرتك دي وهنشوف شيخ الفدائيين في بورسعيد قال ايه، لانه حسن توفيق بيقول لي انه قال نفس الجمله اللي حضرتك قلتها دي. علام. هنسمعها ونشوفها ونرجع تاني، لان لسه استاذ طارق هاشم معاه ورق تاني كتير لنايل سبورت.